اليوم حنكون بارت 2 لحبسة العروس اللي ما حتستعمل الدخان نهائيا، الرهيبة اللي تعدل الكيف وتعدل المزاج. لو ما تملى الفنجان كده في مشكلة. أول حاجة خليني أنوه يا بنات، دي تركيبات صيدلانية معمولة بنسب معينة ومصنوعة من الصفر، مو خلطات سوق، مو جايب أشياء من السوق عشان أعمل لكم إياها. لا، دي حاجات أنا عارفة إيش محطوط فيها، إيش مكوناتها، إيش فايدتها، تناسب جميع الأنواع البشرات. طيب، بالنسبة للسؤال الأول اللي كلكم حتسألوه، متى أفضل وقت أبدأ فيه التركيب، استعمال التركيبات اللي هي تبع عناية نوارة مع الدلكات مع كده، أو أنسب وقت تبدأي فيه لما خلاص ينتهي من مشاوير السوق، ما يكون عندك خرجات نهارية خالص. الحاجة التانية حتكوني حريصة إنك انت تشتري واقي شمس، لأنه التركيبات دي لازم معاها واقي شمس يوميا عشان نقدر نحافظ على مفعولة وما تدينا ردة فعل عكسية. بالنسبة للحبسات طبعا بتبدي أكتر حاجة أنا بصراحة ببدأ بالمرطب، بعدين المقشر، وبعد المقشر تاني برجع ترطيب، بعدين ببدأ التفتيح. دي خطتي. وطبعا الدلكات دايما بتكون مع مرحلة التفتيح، ما بتكون مع التقشير. تمام، دي حاجة يكون متفقين عليها. الحاجة التانية بفضل دايما يكون تواصل بيني وبين العروسات اللي حايزين مثلا برنامج حبسات كامل. دي بيكون عندهم تواصل معي خاص، تفاصيل المنتجات ومكونات وطريقة استعمالها والمحاذير، وهي كلها مبينة على الموقع تقدروا تشوفوها. وحبايبي أكيد تشيكوا على عروض اليوم الوطني وهتكرر لنا مرة في السنة، وكمان عاملين عروض على الخدمات المنزلية، وأكيد لا تدعموني وتعملوا لي إعادة النشر. وشكرا، وأهم شيء إعادة النشر.